تقول صاحبة القصة: أنا بنت من أحد دول الخليج، اسمي سارة، وعشت طفولة جميلة مع أخواني وأخواتي. ترتيبنا كالآتي: أختي الكبيرة، وبعدها أنا، وبعدي 3 بنات، وبعدين ولدين. كم صاروا؟ 5 6 7. كنا عايشين حياة جميلة، ووضعنا المادي كان مرة كويس. أمي وأبويا موظفين، حياتنا كان ماشي حالها إلين ما جاء هذاك اليوم اللي قرروا أمي وأبويا أنهم ينفصلون من بعد مشاكل كثيرة استمرت لسنة قدام. تطلقوا وكنا لسه إحنا ما إحنا ناضجين. زعلنا لكن مو مرة كوننا لسه صغار. زعلنا وبنفس الوقت كنا متحمسين للحياة الجديدة اللي راح نعيشها مع أمي. رحنا عندها أنا وأخواني كلنا، أجرنا شقة وجلسنا فيها لمدة 2 شهرين. بعدها أمي مرضت واضطرت إنها تسوي عملية، فاضطرينا أن نروح عند أبويا. بعد ما رحنا عند أبويا اضطرت أمي إنها تسوي أكثر من عملية، واستمرت رحلة علاجها 7 شهور. بهذاك الوقت إحنا كنا في بيت أهل أبويا، كنا في بيت العيلة، لأن أبويا بعد طلاقه سكن مع أهله. وبعد ما تعافت أمي الحمد لله انصدمنا بخبر إنه إحنا رح نبقى مع أبويا، لأن أمي قررت إنها تتزوج. وهنا بدت المعاناة الحقيقية. أهل أبويا كانوا ما يحبون أمي ولا كانوا يحبونا. كنا نسمع أنواع الشتايم علينا وعلى أمي. كانوا يضربون أخواني الصغار وإحنا يعاملونا أسوأ معاملة. كانوا يفرقون بيننا وبين أولاد عمي. أصعب أيام حياتي عشتها بهذيك الفترة. كان عمري 17 سنة وأخواني صغار. أخوي الصغير كان عمره 1 سنة وكان بس يبكي، وكل ما يبكي يجون عماتي ويضربونه، وكل ما يزيد بالبكي يزيدون ضرب، ويجلسون يسبون فينا ويجلسون يسبون في أمي. كانت بس واحدة من عماتي اللي كويسة معانا وتحبنا وتخفف عنا. طبعا تسألون فين أبوك عن هذا كله؟ أبويا يشتغل وأغلب الوقت بشغله، ومرات يجلس باليومين والثلاثة في الشغل، وكنا ما نقدر لا نوصل له ولا نكلمه. كم مرة شكنا له يروح يهزأ عماتي، وبس يطلع من هنا يبدون عماتي يهزؤون فينا ويزيدون خبث وذبنة. أمزح. كانوا عماتي واحدة منهم اللي متزوجة. بس بعد فترة من زواج أمي قرر أبويا أنه يتزوج، وتزوج. البنت اللي تزوجها كانت كويسة معانا، بس شوية بدت تزن براس أبويا أنها تبغى تطلع من البيت، تبغى تروح بيت لحالها، لأن أبويا من أول ما تزوجها جابها البيت أهله. بعد فترة صارت تسوي مشاكل مع أبويا، وآخر مشكلة صارت بينهم بسبب أنها صارت تتكلم علي وأني أنا بنت مو كويسة، وأن إحنا كنا بعلاقة مع رجال وشباب. طبعا كله كذب، وأبويا ما صدقها لأن أساسا كنا صغار وأبويا يعرفنا. أخذها أبويا البيت أهلها، جلست 3 شهور وبعدين طلقها. بعد ما تزوجوا 2 من عماتي بقت معانا العمة الطيبة اللي نحبها. في هذيك السنة تعرفت على شاب، كنت مراهقة بعمر 18 سنة. حبيته وتعلقت فيه مرة. كنت فاقدة حنان الأهل. أمي كانت لاهية بحياتها وأبويا كمان، وإحنا من بعد زواج أمي صرنا كل نهاية أسبوع نروح عندها يوم أو يومين. لكن أمي بعد فترة طلقت من زوجها الثاني وجلست عايشة لوحدها، وإحنا نزورها كل نهاية أسبوع. هذا الشخص اللي تعرفت عليه أكبر مني ب11 سنة، لكن شكله ما يبان عليه، يبان إنه أصغر وعقله كمان صغير. حبيته من كل قلبي وتعلقت فيه، وهو كمان حبني. استمرت علاقتنا 2 سنين، وخلال هذه السنتين كنا نتقابل بأماكن عامة بالسر. مرة أهلي كشفوني أتكلم معاه، أخذوا مني الجوال وحرموني من أشياء كثيرة، بس مع ذلك ما تخليت عنه واستمريت معاه. وكل ما شفت جوال أحد أخذه واتصل عليه، لحد ما قرر أنه يتقدم لي. أهلي طبعا ما كانوا مقتنعين لأني كنت صغيرة، ولأنه هو كمان طايش، بس بسبب إصراري وافقوا وتم كل شيء الحمد لله، وتزوجنا بعد 1 شهر من الخطوبة. زوجي اسمه محمد، كان كويس معايا بداية الزواج، وكنا عايشين أحلى أيام مع بعض. سكننا مع أهله بالدور اللي فوق. بيت أهله كان جدا كبير ما شاء الله تبارك الله، وكل أهله ساكنين فيه. محمد عنده أخ ما تزوج، وأمه وأبوه طبعا، وكمان موجود أخوه الكبير لكنه متزوج، ساكن بدور لوحده وعنده 4 أطفال. بعد فترة تقريبا 2 شهر من زواجنا حسيت محمد بدأ يتغير ويحاول إنه يشغلني بأي شيء عشان ياخذ راحته بالجوال. شكيت فيه إنه قاعد يخونني، وما كنت قادرة أفتش جواله لأنه كان طول الوقت معاه. بيوم من الأيام ضرسي صار فيه ألم مو طبيعي، وكنت أبكي من الألم، وهو أبدا ما كان مهتم، كان طول الوقت على جواله. ومن لما بدأت أتألم راح وقفل المكيف وقال عشان البرد ما يجي على ضرسك ويزيد الألم. بعدها بدقايق قال بروح أنام عند أخويا لأني احتريت. قلت له أنا ما قلت لك طفي المكيف عشان تروح تنام عند أخوك. قام سوى مشكلة ويحاول يخلق مشكلة وإني أنا كرهته وما أدري وشو. طلعت ورحت الصالة جلست أبكي. بعد نص ساعة تقريبا جاء عندي وقال تعالي نامي، عطاني مسكن لضرسي ورحت نمت. ثاني يوم نفس الحالة، طول وقته على الجوال، دخل يتروش، ولما طلع ترك
جواله على المغسلة. قلت له إنه في كرتون موية تحت، انزل جيبه. نزل ونسى جواله على المغسلة. رحت ركض فتحته وانصدمت إنه فعلا كان يخونني، كلام حب وقرف. ما عرفت إيش أسوي بعد ذيك اللحظة، انصدمت وصرت أصيح، وأهله كلهم عرفوا باللي صار. ورحت عند أهلي. بعد أسبوعين جات أمه واعتذرت ورجعتني للبيت، وإنه عساس خلاص تاب وغلط وما كان يقصد، وإنه صاحبه اللي تحداه يتكلم معاها. فرجعت واستمرت حياتنا باردة. بعد 6 شهور من زواجي حملت، بس ربي ما شاء إنه يتم الحمل. سقطت الطفل خلال 2 شهر من حملي، وقدر الله أنه ما أحمل بعده. راجعت أفضل الأطباء وما فاد للأسف، وما حملت أبدا. استمرت حياتي مع زوجي، يوم كويسين ويوم مشاكل، ما كنا متفاهمين أبدا. ورجعت اكتشفت أنه يخونني، وأكثر من مرة أكفط أنه يخونني، وتصير مشكلة ويعتذر ويوعدني أنه ما تنعاد ويرجع يعيدها. هو كان يحبني بس بنفس الوقت يحب نفسه، شخصية نرجسية وأناني مرة. أهله كانوا كويسين معايا لأني أنا طيبة معاهم وأخدمهم وماني مقصرة عليهم بشيء، وكانوا يعرفون أن ولدهم طايش وعقله صغير. مرت سنوات على زواجنا وكانت أكثرها مشاكل، وطول الوقت يا طالع يا مسافر، وحجة الشغل، وأنا حارمني من أبسط حقوقي، لا من طلعة لا من سفر ولا حتى مصروف، رغم أنه كان عنده خير لكن أغلب فلوسه لنفسه. بداية زواجي كان وضع المادي مو مرة، وأنا بعت ذهبي كله وساعدته لحد ما ربي رزقه وقال لي راح أعوضك عن ذهبك هذا كله أضعاف، لكن ما عوضني ولا بفلس، ويشك فيني رغم حبي له. وجوالي ما في باسورد ويفتح متى ما يبغى. يشك فيني طول الوقت، وأي حركة أسويها يشك في نيتي. قبل أيام شفت بنت ترسل له، قلت له مين هذه؟ قال واحدة معايا بالشغل. قلت ادخل على المحادثة أشوف، ولما دخل كان حاذف الكلام، بقي بس آخر الكلام كانت تشكيلة أن أمها مريضة وبالمستشفى. قلت وين الشغل بالموضوع وليه حاذف المحادثات؟ قام يصارخ وكتب لها أن زوجتي جنبي وشاكة فيني وشاكة أن بيننا شيء، فهميها أن ما بيننا شيء. سجل لها ملاحظة صوتية إن زوجتي مريضة نفسيا وتشك فيني، فهميها إن ما بيننا شيء. وجلس يصيح ويصارخ وكبر المشكلة وطلع من البيت. وبعد ساعة راسلتني البنت وقالت لي إن ما بينها وبين زوجي شيء، وإن زوجي صديقها وهي متزوجة. ثاني يوم زوجي اتصل على عمي وقعد يزيد بالكلام ويشكي ويقول إنها طول الوقت تشك فيني وتتدخل بشغلي وبس تسوي مشاكل. خذوا بنتكم عندكم ما أبغاها. رحت البيت أمي على طول، ما انتظرت أحد. طبعا أمي بعد زواجي أخذت أخواني وأخواتي عندها وعاشوا معاها أحلى حياة، وأنا من تزوجت تركت دراستي، وأختي اللي أكبر مني ب2 في الجامعة وما بقي لها شيء وتتخرج. طول الوقت سفرات وطلعات مع أمي، وأنا الآن صار لي أيام عند أمي. وزوجي يقول لي يا أما تتعدلي وتبطلي تتدخلي بشغلي أو اجلسي عند أمك، وأهلي يقولون تطلقي أفضل، بس أنا أحبه وما أقدر أعيش بدونه، وهو ما يقدر يتخلى عني، بس بنفس الوقت ما يقدر يتخلى عن حب لنفسه. الحين أنا عمري 19 سنة وشايلة هم أرجع أو لا، متأذية نفسيتي جدا وما أعرف إيش أسوي. دايما أصلي وأدعي الله يهدي لي. حابة أسمع نصايحك ونصايح البنات، لأن صدق ما أعرف إيش أسوي. أنا جدا أحبه وما أقدر أتطلق، وإذا تقولون اطلعي وغيري جو ورفهي عن نفسك ما يرضى أطلع. كل ما أقول له عن طلعة يمنعني من دون أي تفاهم. انتهت القصة.